أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24 الإخبارية. كشفت مصادر أممية مطلعة من داخل منظمة الأمم المتحدة أن رئيس بعثة المينورسو في الصحراء المغربية ألكسندر إيفانكو قرر إعفاء 4 رؤساء قطاعات وأقسام من مهامهم في خطوة تعكس انطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة داخل البعثة الأممية تزامنا مع التحولات التي أعقبت صدور قرار مجلس الأمن رقم 2707 بشأن الصحراء المغربية. ووفق ذات المصادر فإن هذا القرار يأتي في إطار خطة أممية تهدف إلى تقليص النفقات وترشيد التكلفة التشغيلية بعد تفاقم العجز المالي الذي تعانيه البعثة، خصوصا في ظل السياسة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي عملت على خفض المساهمات المالية لبعثات حفظ السلام عبر العالم. التحركات الأخيرة داخل المينورسو تشير بحسب مراقبين إلى بداية مرحلة جديدة تتجه نحو تقليص أدوار البعثة تدريجيا بعد أن تراجعت أنشطتها اللوجستية والميدانية وتخلت عن إحدى طائرتيها المخصصتين للتنقل في المنطقة. يرى محللون أن ما يجري اليوم ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس تحولا عميقا في مهام البعثة قد يكون مقدمة لانتهاء دورها بعد أكثر من 30 عاما على تأسيسها، خاصة مع تزايد الإجماع الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.